السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا معنا هذا الفيديو. فهنا بديت لكم بالتصوير ديال لاكاب او سوسول ديال السيارات اللي كتوفر عليه هاد العمارة هذه. بالنسبة لهاد الشقة هذه كنت عرضتها في القناة من قبل، ولكن ما كانش التصوير واضح. داكشي علاش مشينا هاد العشية وصورناها بشكل اوضح باش هكا توصلكم واحد الصورة اللي هي واضحة على هاد الشقة هذه. فهنا كما كتلاحظوا هاد الشقه كتواجد في تابريكت، قريبه بزاف لاكار محطه ديال القطار، قريبه لطواهري 10 في حي الحريه بالضبط، بالقرب من مسجد الحريه. كتواجد في الطابق الاول، المساحه ديالها 77 متر كاري، الدار متيسعه تبارك الله وفروجيه. هذه هي الدخله ديالها، كتوفر على صالون وسيجور وجوج بيوت غرف ديال النوم كبار ومطبخ والطواليت والحمام اعزكم الله. بالنسبه للواجهه عندها واجهتين، واجهه رباطيه وواجهه قنيطريه. هانتوما كتشوف معايا دار زوينه تبارك الله، مصبوغه نقيه. كتواجد كما قلت لكم الطابق الاول، كل طابق فيه جوج على ما اظن او ثلاثه، جوج على ما اظن ديال الساكنه. المهم مجموع ديال السكان 10 ديال السكان في العماره كلها، والعماره كتوفر على السوسول او لاكاب ديال كما كتلاحظوا. هذه هي الدخله ديال الشقه جات على شكل كاريه، يعني ما جاتش على داك الشكل طولي. هذه كوزينه فيها لي بلاكار في الحيط ومزلجه كلها الفايونس حتى للسقف. وهنا كاينه واحد المساحه كبيره في السرجم، ودايرين الكارياج ديال السراج بطبيعه الحال. هانتوما الكوزينه جات على هذا الشكل هذا، كلها راه بالفايونس. مهم الدار بالنسبه للموقع ديالها قريبه لجميع المرافق، قريبه للترام، قريبه للاكار، محطه ديال لاكار. والطواهر 10 راه معروفه في تابريكس، وحي الحريه راه معروف. هنا على يدينا اليسار كنلقاو بيت ديال الدراري اللي هو متيسع تبارك الله، فيه بلاكار جوج نوامس وفيه بالكون. هذا البالكون هذا عنده واجهه قنيطريه، يعني واجهه قنيطريه وواجهه رباطيه. فكما قلت لكم بالنسبه للمساحه 77 متر كيطلبوا في هذه الشقه هذه 68 مليون وقابله للنقاش. بالنسبه للدوش حتى هو هذا واحد البلاكار كيديروا فيه الصبابط وهادشي د لونجمون. وهنايا كذلك كاين واحد الدوش حتى هو مسقف كله بالزليج، يعني كله بالفايونس. هنا بلاصه لا ماشين اللي كنوريكم، والفوق يعني بلاصه ديال لونجمون لي برودوي ديال الصابون وداكشي. المهم الدوش على هذا الشكل. وهنا كاين بيت النحس. هنا الطواليت اعزكم الله بلديه، وكاين اللي بغى يديرها روميه راه كتبدلوها. هانتوما هنا حتى هو كله بالفايونس حتى السقف كله مداير. المهم بالنسبه كما قلت لكم الدار مسجله محافظه بورقاتها مقادين. اللي عجباتو يتواصل معنا في هذا الرقم اللي كاين اسفل الفيديو ان شاء الله، وما يكون غير الخير. يعني اللي غيدخل للدار والموقع زوين. وبالنسبه للثمن كما قلت لكم قابل للنقاش، واللي حشمنا يا ربي والله يسهل على كل واحد في الدويره اللي بغاتها لي خاطر الله يسهل عليكم جميعا. وحتى لهنا نكون قلت جميع المعلومات اللي كيخصوا هاد الشقه هذه اللي معروضه للبيع. ونتمنى تكون واضحه لكم في التصوير احسن من الفيديو اللي كنت حطيت من قبل. يلا خليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف على المشاهده. ما تنساوناش دائما من الدعم ديالكم، لايك الفيديو والاشتراك والبارطاج الفيديو مع الحباب والصحاب. يلا تبارك الله.